ازيكم؟ من ضمن مواقف المدرسة كان في موقف غريب، تحدي البسكويت. وهل في حاجة اسمها تحدي البسكويت؟ يلا كلنا نرحب بالطالبة الجديدة ريم. ودايما من المثير ان يكون في طالبة جديدة في المدرسة، وعلشان كده رحبنا كلنا بيها. انتوا عارفين يا بنات ان ريم كانت عايشة برا وزارت دول كتير قوي، امريكا وفرنسا ودول تانية كتير قوي. في البريك وقت الغدا ريم كانت قاعدة لوحدها، ورحنا أنا وسارة نقعد معاها شوية. سارة بدأت تتكلم وتحكي، وأثناء ما احنا بناكل: ايه ده؟ بسكويت مزدوج، واو! انت عارفة بابا جايب لي بسكويت زي ده من أمريكا، بس شكل البسكويت أكبر من ده بكتير، والحشو من جوه أكتر. وطبعا اندمجوا في الكلام وبقوا يتكلموا عن البسكويت المزدوج، وأنا مستغربة جدا. ريم فضلت تدخل البسكويت وتطلعه جوه بقها كتير قوي، يعني أكتر من مرة تدخل وتطلع البسكويت من بقها. يعني أنا بالنسبة لي دي حاجة مقرفة. ايه ده؟ البسكويتة ما اتكسرتش. كلهم شايفين إن ريم بطلة، عملت اللي ما يحصلش. طبعا الكل كان منبهر بموضوع البسكويت اللي كان بيدخل وبيطلع من غير ما يتكسر. مفيش غيري أنا ومريم بس اللي كنا مستغربين موضوع البسكويت ده. تحدي البسكويت: أنا بكرة هجيب معايا بسكويت، ولو يا سارة دخلتيها جوا بقك وطلعتيها من غير ما تكسريها، ليكي عندي كل يوم بسكويتة لمدة شهر. واو، أسطورة! والبنات ما صدقت، كلهم عايزين يدخلوا في التحدي علشان طبعا ياخدوا بسكويتة كل يوم لمدة شهر مش أكتر. وفي اليوم التاني بقى كلنا اتجمعنا علشان نشوف سارة هي بتعمل تحدي البسكويت. وطبعا سارة كسرت البسكويتة في بقها مع انها كانت متحمسة جدا، والباقي طبعا بقي مبسوط قوي ان سارة ما كسبتش عشان كل واحد ياخد الدور بتاعه. وهل في حد هيكسب بقى ولا كلهم هيبقوا زي سارة كده؟ اليوم اللي بعده كان الدور على جودي. وطبعا ما كسبتش التحدي، وبرضه البسكويتة اتكسرت في بقها. وفضل يوم ورا التاني يعملوا التحدي ومفيش حد كان بيكسب. تفتكروا ليه؟ هل حد عارف ليه؟ ريم بقى هاي أنا الوحيدة اللي كسبت في التحدي ده، وكانت مبسوطة إن هي بس البطلة الزعيبة بتاعتهم مثلا. مش عايزين تعرفوا ايه الغريب بقى في الموضوع ده؟ ان كلهم مفيش حد فيهم كان بيكسب. ممكن يا ريم تعملي انتي التحدي النهاردة وتدخلي البسكويتة بدل ملك في بقك انتي؟ لا لا، انا خلاص عملت التحدي، مش هعمل التحدي ده تاني خلاص. ليه؟ مش المفروض ان انتي الوحيدة اللي دخلتيها في بقك فده عادي يعني هتقدري تدخليها تاني؟ لا لا لا، انا خلاص مش هعمل التحدي ده تاني. وطبعا كانت مصرة ان هي ما تدخلش البسكويتة تاني في بقها بدل الملك. ايه في حاجة غريبة هنا. انتوا فاكرين لما ريم قالت انا بابا جايب لي بسكويت من امريكا اكبر من ده بكتير والحشو من جوه اكتر؟ فهو هنا بقى ان هي لما عملت التحدي كانت بتاكل بسكويت غير ده، ولما جت تعمل معاكم انتوا التحدي جابت لكم البسكويت اللي من امريكا اللي حجمه اكبر، فبالتالي لما تيجي تدخلوه جوه بقكم هيتكسر طبعا. انا اسفة معلش، انا كنت بعمل كده علشان خاطر ما عنديش صحاب وكنت عايزة تبقوا صحاب وتبقوا حوالي. انا اسفة سامحوني. انا بالنسبة لي شفت ان ريم كانت بتعمل كده علشان تبقى هي التوب وكل البنات يبقوا ملمومين حواليها. هل انتوا ليكوا نظرية تانية ولا شايفين زي ما هي بتقول؟ قولولي رأيكم في الكومنت تحت، وقولولي برضو لو كنتوا عايزين تاني مواقف حاصلة معايا في المدرسة ولا لا. يلا اشوفكم في الفيديو الجاي، هتوحشوني.